السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل مع بعض كوفية حلوة أوي، هاشرحها لكم بغرزة مصغرة وبعدين هاوريها لكم في الآخر. ديّة الكوفية اللي أنا عاملاها اللي أنا عملتها معاكم وهاشرحها لكم بالتفصيل. كوفية جميلة جدًا وشرحتها وغرزتها صغيرة وحلوة أوي. شوفوا الغرزة ناعمة وجميلة جدًا، إن شاء الله تعجبكم ويلا بينا على طريقة العمل. وبتشاهدوني من أنهي بلد وحطوا لايك واشتركوا في القناة. دي خيوط اليس كلاسيك، البقرة ب65 جنيه. البقرة وزنها 100 جرام والطول بتاعها 210 متر، ونستخدم معاها إبرة رقم 4 أو 6، من 4 ل6. تمام كده، تمام. هستخدم الاتنين دول في الكوفية الأصلية وهشتغلها برا الكاميرا. بعد كده هشتغل بالخيطين اللي معايا دول بواقي خيوط برضو عشان أشرح لكم مع الغرزة مع بعض. وهستخدم مع الخيط اللي معايا إبرة مقاس 3.5 سنتي، وهنحتاج مقص وهنحتاج ماركر. ويلا بينا نبدأ الغرزة. نبدأ بسم الله ونقول نبدأ نعمل، وبعدين نعمل بالشكل ده كده. ادي عقدة البداية. انا هعملها بكام غرزة كده. هرتفع 20 غرزة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. تمام بالشكل ده. ارتفعت 20 غرزة وهشتغل غرزة كمان زيادة، غرزة ارتفاع، يبقى 21. تمام. الغرزة ديت انا شرحتها في فيديو شنطة قبل كده، هسيبها لكم فوق هيظهر لكم على الشاشة. اول حاجة هنسيب اول سلسلة اشتغلناها ونروح للسلسلة اللي بعدها. هنقلب كده الشغل معانا. ظهر معايا حلقة خلفية، حلقة الضلع التالت من الغرزة، هنشتغل فيه غرزة منزلقة. غرزة منزلقة هنحتاج نعلمها عشان لو بتتلخبطي، عشان ده هنقفل فيها في اخر السطر. اشتغلنا اول غرزة منزلقة. بعد كده غرزة نص عمود، نلف على الابرة وندخل في الحلقة بالشكل ده كده، وهنطلع وناخد لفة كده. عندي 3 حلقات، هاخد لفة واطلع من ال3. غرزة منزلقة وغرزة نص عمود. الغرزة اللي بعد كده غرزة منزلقة، واللي بعدها غرزة نص عمود. اللي بعدها غرزة منزلقة، الغرزة اللي بعدها غرزة نص عمود. ليه بشتغل على الضلع دول من السلسلة؟ عشان بيبقى شكله حلو ومتناسق اهي. تمام. اخر حاجة خدناها غرزة نص عمود، اللي بعدها تبقى غرزة منزلقة. الغرزة اللي بعدها غرزة نص عمود بالشكل ده كده. غرزة منزلقة وغرزة نص عمود، منزلقة ونص عمود. هكمل اخر السطر وهنشوف هنعمل ايه. وصلت لاخر غرزة معايا، هتبقى اخر غرزة غرزة نص عمود.
تمام، بالشكل ده كده. هي مش هتبان الا لما نرتفع كام سطر. بعد كده نرتفع سلسلة ونقلب الشغل الناحية التانية. اخر غرزة معانا غرزة نص عمود، هنبتديها بغرزة منزلقة، غرزة النص عمود فوقيها غرزة منزلقة تحت الحلقتين اهي، تحت الحلقتين غرزة منزلقة. الغرزة اللي بعدها اللي هي غرزة المنزلقة هنشتغل فيها غرزة نص عمود. اخر سطر ارتفعناه كان نهايته غرزة نص عمود، ارتفعنا سلسلة وقلبنا الشغل واشتغلنا فوق غرزة النص عمود غرزة منزلقة، وفوق غرزة المنزلقة غرزة نص عمود. بعد كده هنشتغل غرزة منزلقة تحت الحلقتين ضم. بعد كده غرزة نص عمود، غرزة منزلقة. بعد كده غرزة نص عمود، هي بتبقى مايلة شوية خدي بالك منها. غرزة منزلقة، غرزة نص عمود، غرزة منزلقة، غرزة نص عمود. وهنكرر لحد ما نرتفع ونشوف اللون التاني هيعمل ايه. هنيجي نغير اللون مع بعض. هرتفع 3 سطور او 4 عشان الغرزة تبان، عشان تشوفوها، وبعدين نشوف هنبدل الخيط الجديد. اول غرزة احنا اشتغلناها اللي هي فيها العلامة كانت اول غرزة منزلقة، دي هنشتغل فيها غرزة نص عمود، بس حبيت اوريها لكم بس عشان ايه ما تتلخبطوش. بعد كده نرتفع سلسلة ونقلب الشغل ونرتفع بداية غرزة منزلقة. ادي غرزة منزلقة ناخد بالنا منها. بعد كده غرزة نص عمود، اهو يا بنات بعد ما وصلت ارتفعت 3 سطور غير السطرين، ادي 1 2 3 4 5. تمام. هنيجي بقى عند اخر غرزة عشان نغير اللون. لو انت حابة تكملي كده تمام، لو عايزة تغير اللون هنشوف هنغير ازاي. اخر غرزة معايا في السطر بتبقى غرزة نص عمود، نرتفع ناخد لفة وناخد ندخل جوه السلسلة تمام، ونطلع ونسحب واحدة كده. معانا 3 حلقات. بدل ما نسحب اللون الابيض هناخد اللون الجديد بالشكل ده كده اهو. هناخد نسحب اللون الجديد، ناخد لفة اهي، وبعدين نسحب اللون الجديد من ال3 حلقات بالشكل ده كده، وبعدين هقص الخيط الابيض. بعد كده هرتفع سلسلة، وبعدين هنربط الخيطين مع بعض كده ربطة خفيفة، ربطة كده خفيفة في الأول وبعدين ربطة جامدة شوية بالشكل ده كده. وبعدين هنداري بقى الخيوط الزايدة جوه الغرز. خلاص ارتفعنا سلسلة، هنقلب الشغل نشتغل أول غرزة منزلقة تحت الحلقتين اهي. بعد كده غرزة نص عمود، بعد كده غرزة منزلقة وغرزة نص عمود،
بعد كده غرزة منزلقة وغرزة نص عمود، فوق المنزلقة نص عمود، وفوق النص عمود غرزة منزلقة. ناخد بالنا عشان ندفع الخيط مع بعضه كله. منزلقة وغرزة نص عمود، منزلقة وغرزة نص عمود. وهنكمل بقى كده لحد اخر السطر. تمام، هرتفع كام سطر باللون ده كمان، وبعدين هنشوف هنعمل ايه مع بعض. وكده يا بنات نكون خلصنا السطور مع بعض. بصوا شكلها بقى عامل ازاي، بصوا الغرزة حلو قوي اهي. بصوا كمان من الظهر بارزة اكتر. عايزة بقى تركبي لها شراشيب، بركبي لها شراشيب سهلة جدا. اول حاجة هنرتفع سلسلة ونشوف. وكده خلصنا الغرزة معانا بالشكل ده كده. هننضف بقى الخيوط الزايدة، لو عايزة تركبي لها شراشيب نركب لها شراشيب. تعالوا مع بعض نركب لها واحدة ونشوف هي بعمل ازاي. انا كده شرحت لكم الغرزة، وانت عاوز تعملوها بالطول المناسب اللي انت عاوزينه. عاوزة تمشوها بالعرض وترتفعي بالعرض كده سطور لحد ما توصلي للطول الكوفية اللي انت عاوزاه، ماشي. عاوزة تبدأي السلاسل بالطول كلها مرة واحدة وتشتغلي زي ما انا اشتغلت كده، تمام براحتك. تمام. وكده يا بنات نكون خلصت. عملت كوفية اهيت زي ما قلت لكم. ارتفعت بالسلاسل طول الكوفية اللي انت عاوزاها، وبعدين اشتغلت غرزة النص عمود وغرزة المنزلقة. بقت بالشكل ده، غرزة جميلة جدا ومتماسكة بالشكل ده كده. وان شاء الله هسيب لكم صورتها في الصورة المصغرة بتاعتها بالشكل ده. ولو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وبتشاهدوني من أي بلد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.